السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. جينا لكم بفيديو جديد ومعلومة جديدة، وهنقول لك لو بتشتري من ورثة تعمل ايه. لو انك بتشتري قطعة أرض أو شقة أو بيت أو أي شيء ولكن ملك للورثة، ما تشتريش من واحد وتسيب الباقيين، خصوصا لو كان المال مازال بالمشاع ومفيش فرز وتجنيب مع البايع. فلو جيت اشتريت من واحد امان ليك، هات الباقيين يا يبيعوا لك كلهم ومضوا كل الورثه، يا اما لو هو بيمتلك القصه دي اسال هل نصيبه بيساوي القطعه دي ولا اقل منها. لو كان نصيبه يوازي القطعه دي ويساويها، خلاص مضيه هو بايع ومضي اخواته كشهود عشان محدش ينازع معاك في الملكيه بعد كده. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده.